أوكي، أكثر من 50 ضحية وما حد قدر يوقفه ل 12 سنة كاملة. أندري تشيكاتيلو الملقب بسفاح روستوف، مجرم روسي عاش في فترة الاتحاد السوفيتي واشتهر بأنه أحد أبشع القتلة المتسللين في التاريخ. ولد في قرية فقيرة وعاش طفولة قاسية مليانة جوع وعنف وقهر، وكان يعاني من مشاكل نفسية وجنسية، وكان يختنق من داخله لكن ما كان في أحد يفهمه أو يعالجه. وفي يوم انفجر وتحولت عقدة نفسية إلى دم. كان يختار ضحاياه من الأطفال أو المراهقين، يستدرجهم لمحطة قطار مهجورة أو الغابة، وهناك يبدأ الرعب، يطعنهم عشرات الطعنات ويشوه أجسادهم بوحشية، وكل هذا بدون أي رحمة، وكأنه القتل كان يريحه نفسيا. كان ذكي لدرجة أنه غير طريقته كل مرة وما يخلي الشرطة يكشفون عنه. ظل يقتل لسنوات والشرطة ما تقدر تثبت عليه شيء، لكن في 1990 ارتكب غلطة صغيرة وتم القبض عليه واعترف بقتل 56 شخص، واتهموه ب 53 جريمة مؤكدة وتم الحكم عليه بالإعدام. وفي عام 1994 أعدم بطلقة في الرأس داخل زنزانته. قصته تذكرنا إنه بعض الوحوش ما تعيش في الغابات بل تمشي جنبنا كل يوم بوجه إنسان.